يسعد مسا الجميع. حيكون درس اليوم هو كيف بنقص صورة أو نجتزئ صورة من تصميم معين أو من أي صورة مثل سيارة أو شخص أو أي شيء. حأدخل أنا على الصورة، أدخل صورة على الفوتوشوب. هختار هختار صورة شخص اللي هو الدكتور بشار الجعفري، بوجه له تحية طبعا. هأدخل على هيدا الخيار لحتى أرتاح بالشغل. هختار هيدي الأداة اللي هي البين تول اللي بتقص الصور، او مثلا حدا عنده هيدا الاداة او المفتاح. هختار بنكبس رايت كليك على الكبس على هيدي الاداة، وبنختار الخيار البين تول، او مثلا هون في كذا خيار على كذا مفتاح. طبعا مش مضطرين نرتبط بالخيارات الموجودة هون، فينا نعدل انتباهاتنا. اول شغلة هكبر الصورة شوي. هختار البين تول، هضغط على اول شيء على الصورة من تحت مثل ما ملاحظين، وهعلم الصورة صورة الشخص مثلا او اي شيء بدنا اياه هعلمه. مثلا عملنا هيدي هيك بالغلط وكملنا، وجينا بدنا نرجع لهون مثلا بدنا نشيل هيدي، انه بدل ما ارجع على الهيستوري الموجودة هون، او على الكيبورد بس نضغط كنترول الت زد نرجع لورا. حضغط انا على هيدي النقطة اللي صار اجت هون، هيك بكون راحت، بكمل مسارها طبيعي عادي، وكمان مثل هيدي هظبطها. هكمل رسم الصورة بهيدا الأداة. طبعا لو دققنا شوي بالصورة بتطلع تقريبا 100% أو بالمية تقريبا. أوكي. هعلم الصورة كلها. هكمل الصورة، هظبط هون شوي. أوكي. هرجع على الأول كبسة اللي كبسناها اللي هي هيدي، هكبس عليها، هيك بكون تعلمت الصورة. آه أول شي حنشيل القفل. هضغط رايت كليك هون، طبعا بنكون حاطين على البين كول على البين تول. هضغط رايت كليك، هختار اول خيار هو كريت فيكتور ماسك. بتروح الصورة اللي ورا طبعا، اذا بدنا نرجعها للصورة اللي ورا، صورة الخلفية، هضغط على ديليت فيكتور ماسك. تمام. انا هلا هشتغل على صورة على الصورة هي مقصوصة. طبعا ضغطت انا على كنترول الت ديليت كنترول الت زد. هادخل بعد صورة حتى اجمعها فيها. اخترت هذه الصورة، اختار هيدي الأداة، اسحب الصورة اللي هون على الصورة اللي تحت. اوكي. اضغط على هيدي، اسحب الصورة شوي لفوق، هصغر الصورة. طبعا اللي مش موجود عنده هيدا الكادر في يضغط على كنترول تي او على هيدي الخانة. اوكي بنعلمها على الصح. هصغر الصورة لهون. طيب، اللي عنده هذا الخيار اللون الابيض الموجود عليه كيف بدنا نشيله؟ بضغط على المفتاح او على اداة البين تول، هضغط رايت كليك على الصورة، اختار على ماك سelection. اوكي. هضغط اوكي خليها صفر. اوكي. حاجة اضغط على هيدي الاداة، هضغط كبسة واحدة. بنلاحظ ان راحت الصورة حتى لو كبسنا هون ما بيأثر شي.
طب حصغر الصورة شوي عشان الصورة هيدي هون لازم تكون اوكي، او هون ما مشكلة، بس هخليها يعني هون. حادخل نص على الصورة. آه هختار حرف التي، او بالكيبورد بدك تضغط على التي. هكتب مثلا، او قبل هيدا الشريط الكتابة، اللون الاحمر انا مختاره، والكتابة دي من اليمين لليسار او بدنا من اليسار لليمين. هختار الوسط، هختار هون حجم حجم الخط اللي عم نكتب فيه، هختار 24. هون التنسيق النص في كذا تنسيق له، انا هتركه مثل ما هو. هكتب مثل ما شفنا كتبنا هون. طب انا بدي اكبر الاحرف. بضغط على هيدي، بضغط كنترول تي. طبعا لاحظنا اجى الكادر اللي هون، اوكي كبرناه. او مثلا نضغط على هيدي كمان، نفس النتيجة بتعطينا. او مثلا مثل ما عملت بالدرس السابق، كنا كنت انا عملت شغلة انه بدل ما اضغط ارجع لورا واضغط الخانة الموجودة هون، او على الكنترول تي، حاضغط على الكيبورد على الكنترول اللي هي أداة بنستخدمها دايما ببرنامج الفوتوشوب. حضغط على الكنترول وصغر أو كبر اللي بدي إياه، عشان في خي سيف عشان ما فهم علي هيدي الخطوة. عشان هيدي. طب حنسق الكتابة. اختار مثلا هيدي طبعا من ستايلز، هيدي اللي هون، خير اللي هون مثلا كولر او هيدي او هيدي. اختار هيدي السهمين في الفلات الموجودة هون. هختار انا التكست افكت، نختار اللي بدنا اياه من هون. انا هختار هيدي. طبعا اللون الاحمر جاي كبير شوي، حصغر اللون الاحمر. هضغط على حرف التي، مش على الكلمات، هضغط حرف التي. اختار اخر خيار اللي هو اللاير ستايل او ستايل لاير، اللي من تنسيق هيدا اللاير الموجود كله هون، اللي هو عبارة عن نص. هخفف من هيدي، هنعلم هيدي وهختار اثنين مثلا، او من هيدي بسحبها وبكبرها مثل ما بدي. هختار انا اثنين، اوكي. كمان اختاروا كمان بعد وحدة هون وكمان هون، لاحظ كيف اختلفت. اوكي هشيل هيدي، خلي هيدي، اوكي. هضغط اوكي. هيك بكون انتهينا من النص. طب حاجمع هدول الصور مع بعض بصورة واحدة. طبعا اذا بكون الصورة اللي بدنا نجمعها بكون اول واحدة، مثلا حطيت انا هيدي بدي اجمع مع هيدي، بخلي هيدي العين على الصورة التحتانية، وبضغط على الكيبورد على كنترول اي. هيك بكون جمعنا الصورتين بعض. كمان اجمع النص مع الصورة، اضغط كنترول اي كمان جمعناها. حشيل القفل، اوكي. وهيك بنسيف العمل. وهيك بكون انتهى الدرس، يلي هو قص الصورة او اجتزاء صورة او شخص او سيارة او اي شيء او اي شكل من تصميم او من صورة. هذا الدرس حصل لمنتدى على الشخص سوريا الاسد. اذا حب حدا يلتحق فينا بالدورة من اليوتيوب، بيدخل على منتدى الشرق سوريا الأسد من جوجل، يكتب الشرق سوريا الأسد وبيدخل على المنتدى وبيتابع عدد الدروس إن كانت السابقة أو اللاحقة رح نتعلمها. وهيك بكون انتهينا من الدرس. إلى اللقاء بدروس جديدة.